السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم من قناتي مطبخ أم جعفر. اليوم إن شاء الله رح نعمل البروستد بطريقة كتير سهلة، وكيف يستوي معنا من الداخل، وكيف نحصل على القرمشة. تابعوا الفيديو للآخر، إن شاء الله الوصفة بتنجح معكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلأ اسمعوا صوت القرمشة. وهلأ بنحضر لخليط النقع. عندي 6 أكواب حليب، نص كوب الشاي حامض، لكل كيلو فخاد 3 أكواب حليب حسب الكمية عندكم انتو بتضيفوا الحليب. معلقتين ملح، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة زنجبيل، نص معلقة صغيرة هال مطحون. الهال كتير بيعطي نكهة طيبة للدجاج، لا تستغنوا عنه. معلقة صغيرة بصل بودرة. نص كوب الشاي خل أبيض. عندي 2 كيلو فخاد دجاج مغسولين ومنضفين، بحطهم بقلب الخليط بنقعهم مدة 4 ساعات لليلة كاملة. الأفضل إنه ننقعهم ليلة كاملة حتى يتشربوا من التوابل والبهار اللي حطيناه. وهلأ بنحضر للغلاف الخارجي. عندي كوبين طحين، معلقة صغيرة بيكنج بودر، معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة كركم، معلقة طعام ملح، معلقتين طعام توم بودرة، معلقة صغيرة كزبرة. معلقة صغيرة زنجبيل بودرة. وبنحرك المكونات بنقلبهم. وهلأ بنبلش نغلف الأفخاذ بالطحين يلي حضرناه سوا مع بعض. ضل عم غلف حبة الدجاج بالطحين لحتى تتغلف مزبوط لمدة دقيقة. وهلأ بنفضى مليح من الطحين وبحطها بالمي، بنعد لل4 بنطالعها. طبعا هون أنا مسرعة الصورة. بنرجعها على الطحين بنغلفها مليح، وبس تغلفت بنعطيها هيك كام نفضة مشان ناخد رسمة الحراشف، هاي الرسمة الحلوة هيك التجاعيد. هذا البروستد الحقيقي اللي بناكله بالمطاعم. وهيك بتكون حبة البروستد صارت جاهزة عندي. شايفين ما أحلاها؟ وبكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وهون عندي الزيت ما نو حامي كتير ولا نو بارد كتير،
الحرارة متوسطة. بحط حبتين أو 3 أقصى حد، ما بكتر كتير وما بحركهم لحتى يبلشوا ياخدوا اللون الذهبي. بنخليهم مدة 20 دقيقة. ممكن تغطوهم إذا بتخافوا إنه ما يستووا أو يضل قلبهم ني أو شيء، بتغطوهم حتى تضمنوا إنه يستووا وياخدوا الاستواء الكامل، من 20 ل25 دقيقة تقريبا. وهلا هيك صاروا جاهزين، ويا سلام ما شاء الله على المنظر والطعمة، ما بحكي لكم. والصوصات المايونيز والكاتشب كله من أروع ما يكون. سخن النار. وفي شغلة بحب أقولها وهي اختيارية، إذا ما استوى بعد القلي بتلاقوا قلبهم ني لسه، ممكن تحطوهم بالفرن شغلة 10 دقايق أو ربع ساعة لحتى تضمنوا الاستواء الكامل. قولوا لي رأيكم إذا بتحبوا نزلكم طريقة الكاتشب. شايفين النتيجة ما شاء الله، هاي قدامكم مستوي دايب، بس سخن النار غصب عم شيل القطعة. والله شي بشهي ما شاء الله. جربوا الطريقة وبإذن الله رح تنجح معكم، بس اتبعوا الوصفة بالكامل. وهذا كان فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو بين الأصحاب. سلام.